اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء كل حاجة حلوة على عينيكم. نزلت السوق لقيته بالحجم ده، عايزة اقول لكم كان مغري بطريقة، يعني خلاني رحت جبته، قلت والله لا اعمل النهاردة بإذن الله بصل مخلل. انا لا، ده يعني لازم يتخلل النهاردة. المهم جبته. بس كان البصل هنا طبعا متقشر، كان فيه في كام، كان البصل ده فيه بتاع الاسود، عارفين البتاع الاسود اللي عامل زي الفحم ده، انا بخاف منه. فالمهم ايه، بدأت اشيله، قلت انضفه الاول خالص كده واشطف البتاع اللي فيه البتاع الاسود ده عشان يبقى نظيف. شطفته وخليت اللي ما فيهوش بقشره زي ما هو، وجبت هنا ميه على النار وبدأت هنا غليتها، وبعدين نزلت بالبصل عليها. البصل هيقعد قد ايه في الميه المغليه، او هيقعد قد ايه على النار؟ هيقعد بالظبط 3 4 دقايق، 3 دقايق بالظبط. عارفه 3 دقايق لانه بالحجم الصغير ده مش هياخد اصلا اي حاجه. وبصوا يعني هو 3 دقايق بالظبط. بس 3 دقايق من امتى بقى؟ من بعد ما يغلي معايا البصل، يعني البصل ياخد الغلوه بتاعته، اما انا ايه على طول 3 دقايق واروح مطلعاه على طول. بصوا هنا مغليش اهو، لسه الميه بارده، او لسه مغليش اهو. فهنستنى بس يغلي ونشوف هنعمل ايه. بصوا خلاص غلي اهو معايا اهو. دي كانت ايه اول ما غلي بقى. خلاص كده هعمل ايه بقى؟ كده هستنى كمان دقيقة واحدة عليه، وهبدأ بقى اطلعه في الطبق اللي هناك ده. في ناس بقى بتبقى مجهزة مية بتلج تقوم مطلعاه فيها على طول. احنا هنا الجو اولا ساقعة فمش مستاهل، فانا على طول هطلعه في الطبق اللي هو كان فيه. واللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انا هنا طفيت العين، خلي بالك طفيت عين البوتاجاز. طلعته على طول اهو، على طول شغلت عليه الميه الايه البارده. كده كده احنا في الشتاء والدنيا برد، فهتلاقي الميه نفسها بارده. فشغلت عليه الميه شويه حلوين كده لحد ما البصل برد خالص والسخونه اللي فيه راحت. بصوا يعني ايه، خلاص كده بقى زي الفل. هبدا بقى هنا ايه، ابدا بقى اقشر فيه. بشيل بقى القشره اللي بره الغامقه دي، واشيل الراس اللي هي بصوا ايوه دي كده. بس خلي بالك ما تدخليش قوي على الراس عشان ما تفككيش البصله. واسيب الجزء اللي تحت اللي هو ايه العنقود او حاجه زي كده. بصوا اهو ده، ايوه ده ماشي. يبقى احنا بنسيب الجزء ده لانه بيبقى الجزء ده ما دام موجود هو ماسك البصله كلها انها تتقطع من بعضها. يعني الجزء ده كده هو اللي ماسك البصله متحكم فيها. كده زي الفل زي الفل. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا بنشتريه من بره غالي. بنشتري مثلا، شوف انت بصوا ما شاء الله جميل، اللهم بارك تحفه. طبعا بنشتري. انت لو رحت اشتريتي ب10 جنيه، شوف هيديكي ب10 جنيه حبه قد ايه. يعني حبه لا يذكروا بصراحه يعني. فعلى ايه يعني؟ ده انا كله ب10 جنيه. وما شاء الله مليت البطرمان دي بايظه رميتها، وما شاء الله عامله البطرمان ومش هياخد معايا وقت، وعاملاه على ايدي وزي الفل. عايزين كده نظبط كده الدنيا اهو. بص القشره حتى رفيعه بشيلها. بصوا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اهو. واحده واحده كده وظبطيه. كل حاجه باذن الله نعملها في البيت وما نجيبهاش من بره. ما دام نقدر نوفر اي حاجه هنعرف نوفرها. هكمله ونرجع لكم. انا هنا بصوا خلصته اهو ما شاء الله. بصوا منظره جميل ازاي، اللهم بارك. فعلا منظره حلو قوي، منظره كده يشهي والله. تحس انك عايز تاكليه وهو ني. انا بالهنا والشفا يا رب ما شاء الله. شطفته تاني، اديته شطفه حلوه كمان وصفيته. تعالوا بقى نشوف هنجيب ايه وهنظبطه ازاي وهنظبط له ملح وكل حاجه ازاي. انا هنا جبت البطرمان ده. البطرمان ده بياخد كيلو مثلا، سواء كيلو خيار سواء كيلو بصل سواء مثلا اي حاجه بقى هتخليها. فانا جبت البطرمان ده على قده. او البطرمان ده بقى ما هو كان عندي الصراحه، ما اكدبش عليكم يعني، ما انا كنت مخلله قبل كده حاجات فيه. هو خده كده زي ما ايه انتوا شفتوا. هرمي بقى الميه دي، وتعالوا هنشوف نجيب نفس الطبق ونشوف هنشتغل فيه ازاي. دي هريسه انا كنت عاملاها، او مش هريسه، دي عباره عن فلفل احمر على فلفل اخضر على توم. اللهم صل على سيدنا محمد، على شويه خل. فيعني عارفين ايه الحاجات المطلوبه كلها. ودي هريسه انا شاريها من بره، انا كنت شاريه البطرمان ده. وهنا معايا حبة البركة. يبقى معايا هنا، لو ما عندكيش انت بقى هتفرمي قرن فلفل احمر على مثلا، وتحطي عليه فصين وتحطي عليه كام فص توم. ماشي. على حسب الكمية اللي انت هتعمليها كام فص توم. وتحطي عليه بقى ايه شوية الخل اللي هتحطيهم ودول اللي هتستعمليهم. انا هنا هستعمل لتر ميه. انا بعاير لتر الميه عندي بشفشق الخلاط. شفشق الخلاط بيعاير اللتر بالظبط، فانا هحط لتر.
هنا اللتر بياخد بالظبط معانا في المخللات دي، المخللات اللي هي غير مثلا الزيتون وغير الليمون والحاجات دي، بياخد معانا من معلقتين ونص ل3 معالق. انا هنا حطيت معلقتين ونص اهم، هقلبهم بس مش عارفه اقلب بالمعلقه، هجيب بقى المضرب واقلب بيه كده سهل عشان ما يطرطش كده حواليا. هقلبه كويس قوي وبصي ما يعني خلاص بقى صافي اهو، ادوقه بقى. برضو مش عارفه ادوق كويس خلوا بالكم بصوا. لا هحتاج هنا كمان نص معلقه. يعني احنا زي ما اتفقنا ان لتر الميه يا جماعه من معلقتين ونص ملح ل3 معالق ملح اهو. انا بصوا حطيت نص معلقه بس اهو، وما تزوديش قوي عشان ما يتهري ما يحدقش قوي منك، وما تقلليش الملح عشان ما البصل ما يتهريش ويبوظ. هخلي الملح بتاعك مظبوط. هاخد بقى معلقه من الهريسه اللي احنا عاملينها هي دي. طبعا قلت لك لو هي مش عندك هتعملي ايه، هتعملي تفرمي فلفل، وتحطي عليه شويه خل، هتحطي عليه شويه توم، وتقومي ايه، وتقومي مقلبهم في قلب بعض كده وحطهم. انا حطيت هنا معلقه حلوه كبيره، وحطيت كمان معلقتين هريسه. الهريسه دي طبعا مش زي اللي احنا بنعملها، احنا هنعملها مع بعض. الهريسه دي بيبقى حاطين عليها نشا وما اعرفش ايه عشان تديكي ايه، عامله زي الايه الصوص كده. لكن اللي احنا هنعملها هريسه هريسه يعني. دوبت الملح، دوبت الهريسه اللي انا عاملاها، دوبت الهريسه اللي انا جايباها من اللي انا شارياها برضو، خدت معلقه كده عشان ايه الطعم برضو يبقى حراق شويه. وهنا معايا حبه البركه، هنزل كده بقيمه معلقه، قلب بقى كله في قلب بعضه. انا كده خلطتي خلصت خلاص كده ما شاء الله. ليكي بقى تتخيلي ريحتها وطعمها عامل ازاي اهو. فانا هنا بقى تعالوا بقى ايه، نصب ال اسمه ايه، الميه اللي احنا عملناها، ميه الترشي. نصبها على البصل بالراحه كده. بصي لونها جميل ازاي ما شاء الله. طبعا لو عجبك الفيديو اعملي اشتراك هحط بقى هنا كله عشان خاطر انزل كمان الايه البواقي، مش هخلي توم باقي ولا اي حاجه لا. وهقلله هنا بس شويه ميه عاديه عشان اعرف اقفل البطرمان. طبعا لو عجبك الفيديو اعملي اشتراك بقى في القناه، وفعلي زر الجرس، وما تنسيش اللايك عشان ترفعي معايا الفيديو. وبصي ما شاء الله شكله جميل ازاي. اسبوع واحد بالظبط وهتاكلي منه. بألف هنا يا رب للي عمل، وبألف هنا للي هيعمله، سهل قوي وبسيط. اشوفكم بإذن الله على خير وسعادة وسلامة يا رب. مع السلامة وباي باي.